قبل ما أبدأ حكايتي ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان القصص الجاية كلها هتكون حقيقية. يمكن تشوفوا نفسكوا في واحدة منها. أنا اسمي نور، عندي 40 سنة ومتجوزة من محمود بقالنا حوالي 15 سنة. في أول الجواز كنت بحبه جدا، كنت شايفة فيه الراجل اللي هعيش معاه العمر كله. بس مع السنين كل حاجة اتغيرت. هو انشغل في شغله وأنا بقيت أم وبيتي ومسؤولياتي كترت، وبعد فترة بقينا شبه غرب في بيت واحد. كلامنا بقى قليل، مفيش خروجات، مفيش ضحك زي زمان، وكل يوم كنت بحس إن جزء مني بيختفي. وفي يوم عادي جدا وصلت لي رسالة على الماسنجر، كان اسمه أكرم. في الأول ما كنتش فاكراها، لحد ما قال لي: مش فاكرة أنا مين؟ إحنا كنا مع بعض في الكلية. ضحكت وافتكرت الأيام دي، كنا مجموعة أصحاب، هو كان دايما هادي وكلامه موزون. ابتدينا نتكلم كل يومين 3، عادي يعني، ذكريات قديمة وضحك بسيط. بس مع الوقت بقى بيكلمني كل يوم، بيسألني عن حالي، بيطمن عليا، وبيسمعني باهتمام، الاهتمام اللي كنت مفتقداه من سنين. كنت بضحك وأنا بكلمه وبحس إني رجعت بنت صغيرة تاني، بس جوايا كان في صوت بيقول لي: خلي بالك يا نور. كنت بحاول أقول لنفسي إن ده مجرد كلام، بس الحقيقة كنت خلاص اتعلقت بيه. في يوم قال لي: أنا عمري ما نسيتك، كنت دايماً مختلفة عن أي بنت تانية. الكلمة دي كسرت كل حواجز اللي كنت حطاها. اتلخبطت، قلبي دق وأنا مش عارفة أقول إيه. ابتدت العلاقة تكبر أكتر من اللازم، بقينا نحكي لبعض عن كل حاجة، عن تعبنا، عن حياتنا، عن وجعنا. كنت بحس إن في بينا راحة غريبة، بس برضو خوف كبير. وفي مرة بدأ يطلب يشوفني. ساعتها قلبي وقع. كنت عارفة إن اللحظة دي لو حصلت هتكون بداية النهاية، فرفضت. بس هو بدأ يتغير، كلامه بقى فيه تلميحات، وابتدى يضغط عليا عاطفياً. كنت حاسة إني في دايرة غلط ومش قادرة أخرج منها. وفي يوم دخلت على صفحته، لقيته منزل صور مع واحدة. وقتها حسيت كأني اتلطمت على وشي. واجهته، قال لي إن دي مجرد واحدة زميلته، بس إحساسي قال لي لأ. بدأت أشك وراجع كل كلمة قالها، وفجأة اكتشفت إن كل الكلام اللي كان بيقوله قاله قبل كده البنات غيري. كنت مجرد واحدة جديدة في سلسلته. الوجع اللي حسيته يومها عمره ما يتوصف، مش بس عشان هو خدعني، لكن عشان أنا سمحت لنفسي أوصل للنقطة دي. قعدت أعيط طول الليل، مش عارفة أواجه نفسي ولا جوزي ولا حتى ربنا. قررت أقطع كل حاجة بينا، مسحت حسابي وغيرت رقمي، وقعدت لوحدي أفكر في اللي حصل. الأيام عدت، بس الندم فضل. كل مرة ببص في المراية بحس إن في واحدة تانية جوايا بتعاتبني. كنت عايزة أرجع الزمن، أصلح اللي بوظته، بس للأسف مفيش ريوايند في الحياة. دلوقتي أنا رجعت أعيش حياتي بهدوء، بحاول أكون ست أحسن وأتعلم من الغلط اللي عملته. وبقول لأي واحدة ممكن تكون في نفس موقفي: لما تحسي بالوحدة ما تسيبيش فراغك يتملى بكلام زي العسل وهو سم في الآخر. الاهتمام الحقيقي مش اللي بيجي من بره البيت، الاهتمام الحقيقي إنك تهتمي بنفسك وتخافي على قلبك قبل ما يضيع. أنا نور، وده كان غلط عمري، بس الحمد لله اتعلمت الدرس قبل ما أخسر كل حاجة.